بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم وحلقة جديدة، والنهاردة معانا حلقة فيها كذا موضوع عايزين نتكلم فيه طبعا. منهم جنون الأبيض، وهو ده الأساس، ونتكلم عن الصفقات اللي اتأخرت لحد النهاردة في نص الشهر أهو. وقبل ما نتكلم عن الصفقات نتكلم على حاجة. أنا عيد ميلادي النهاردة يا جماعة، فأنا ألاقي الكومنتات كلها غرقانة كل سنة وأنت طيب، يعني تقديرا لعيد ميلادي. عيد ميلادي النهاردة طبعا. فأنا والله ما كنتش عايز أعمل حلقة، قلت النهاردة فيها واحد يحتفل وبتاع، مع اني اصلا ما بحبش احتفل بعيد ميلادي، يعني البدعه دي ما بقتنعش بيها خالص يعني. بس انا اهلي هم بيحبوا يجيبوا لي بقى تورتايه وبتاع، فالناس تقول لي بس كل سنه وانت طيب كده، فاهم؟ احس بان انا عيد ميلادي مهم. انا تميت كام سنه بقى يا جماعه؟ تميت 36 سنه، عجزت خالص يا جماعه. حلقه النهارده طبعا هي جنون الابيض والصفقات يا كابتن محمود وقيد علي معلول. واهم حاجه اللي انا نفسي ابدا بيها والله العظيم يا جماعه، هي قصه المشجع الزملكاوي ده اللي قصته اغرب من الخيال، اللي كان في العمره ده. لكن نبدأ بالمواضيع اللي بالنسبة لنا احنا كجمهور الأهلي مهمة، والحاجات دايما بقولها لكم من زمان. الحاجات اللي مش مهمة دايما بخليها في الآخر بقى، في الهامش في الآخر يعني. هنتكلم النهارده طبعا عن قيد معلول. طبعا سمعنا النهارده في يلا كورة ان في قيد لعلي معلول، وان علي معلول خلاص النادي الأهلي بيفكر ان هو يأيده. وده عين العقل، والحمد لله. الضغط اللي انا بقى مش هقول ان كل الاهلاويه كانوا مطالبين ان علي معلول يستمر وان علي معلول يتأيد، خصوصا كمان الواقع بقى اللي بيفرض عليك، حتى لو انت مش تسمع كلام الجمهور، الواقع اللي بيفرض عليك ان انت تبص للموضوع بنظره مصلحتي. ان انا عندي يحيى عطية الله مصاب، فهيرجع على نهايه الموسم، وعلى ما يجيب فورمه يرجع على نهايه الموسم. اذا كده كده علي معلول برضه نفس الكلام، لو هيجيب فورمه يجيب فورمه كمان شهر مثلا، شهر ونص، يرجع يلعب. لان خلاص علي معلول برجل واحده من وجهه نظري باي حد ناحيه الشمال. دي حاجه خلاص مش محتاجه فعلا ان احنا نفضل نفكر فيها يعني. احنا خلاص دلوقتي اللي اتاكدنا منه علي معلول فعلا برجل واحده هو افضل من اي حد ناحيه الشمال. فقرار كويس من النادي الاهلي لو طلع صحيح ان شاء الله، وزي ما موقع يلا كوره والناس كلها اتكلمت عنه ان هو خبر صحيح ان شاء الله علي معلول هيتأيد يعني. الصفقات يا كابتن محمود، يعني وبعدين يا كابتن محمود، يعني خلاص انا مش عايز ارجع لك تاني في تفاصيل بنتكلم فيها. وان الاهلي بس زي ما قلت مش محتاج صفقات، بس على الاقل انت دلوقتي فعلا كواقع، سيبك من كلامي العميق، لان كلامي ده انا بقول لك استنتاجات، يعني مثلا ايه، حاجات انا بستنتجها وخيالات في دماغي. ان الاهلي بس مش محتاج صفقات، الاهلي محتاج روح، الاهلي محتاج هدوء، الاهلي محتاج مش عارف ايه. دي حاجات انا اقولها، انما الواقع العام اللي قدام الجمهور لا، ان انت محتاج صفقات يا كابتن محمود، ان النادي محتاج صفقات، ان الفرقه محتاجه اكتر من ست سبع تمن لعيبه والله العظيم. بس على الاقل يا سيدي هاتوا ثلاث اربع لعيبه يعني. احنا النهارده بنتكلم ان احنا النهارده 13 ولا حس ولا خبر، صوت صرصور الحقل بس. طب وبعدين يعني مش يعني وبعدين المشكله ان الواحد اصلا حاسس ان انتوا مش سامعينه. انا دي مشكله والله بالنسبه لي، ان انا حاسس ان مجلس الاداره مش سامع، او سامع وعامل عبيط، او مش لاقي من كتر ما هو محرج ومش لاقي حد يجيبه، او بخل او ما اعرفش في ايه. الفرقه محتاجه لعيبه كتير يا سيدي، مش اقول لك فنيا احنا واقعين يا سيدي، احنا احسن فريق في الدنيا. لكن احنا الاصابات اللي بتحصل عندي دي انت محتاج تدعم اصلا. قيمتك عماله تتشفط من الاصابات. طب وبعدين وايه الحل يعني؟ النهارده 13 وانتوا نايمين، وانا مش من الناس اللي بحب اعد للاداره كل يوم. في ناس موضوع الصفقات ده عاملين له كل شويه اليوم الاول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، مفيش صفقات. طب وبعدين؟ فكفايه نوم يا جدعان بقى واصحوا، والفرقه فعلا محتاجه صفقات، ومحتاجه ان انتوا تهتموا بيها، تهتموا بانضباطها، تهتموا بكل شيء، تهتموا بالفنيات، تهتموا بالاصابات. ماشيين كده اللي هو زي ما افضل اقول احنا بنكسب فاحنا تمام، فاهم؟ انا باكل اذا انا موجود، مش كده يعني. تاني موضوع معانا، احنا كنا عايزين نتكلم على موضوع بقى جمهور الزمالك. ان شاء الله عشان الحلقه دي ما اطولش عليك فيها يعني. جمهور الزمالك امبارح كانوا بيلعبوا بلاك بولز طبعا في بطوله الكونفدراليه، وبلاك بولز الموزمبيقي، فجمهور الزمالك حاضر. وطبعا هو برضو مش يعني جمهور الزمالك بيبقى داخل، انا مش ده خليك في فرقتك دايما بقى. اللي بيضايقني خليك في فرقتك يا عم، انا في فرقتي والله. ما هو اللي هتكلم عنه ده يخص فرقتي، مش يعني اصل دايما الكلمه الكليشيه اللي جمهور الزمالك يقول لك خليك في فرقتك. يا عم اللي هقوله لك ده فرقتي، بس انت جبت سيره فرقتي. مين اللي يخلي باله من مين، ومين اللي المفروض يخليه في فرقته؟ امبارح ماتش الزمالك والفريق الموزمبيقي، والزمالك كسبان والدنيا جميله، نسكت بقى مثلا؟ لا، احنا عارف بيقول لك ايه، رابطه ابناء صالح سليم ورابطه ابناء زموره، عارفهم؟ دي بقى رابطه ابناء شيكابالا. هم دول ابناء شيكابالا فعلا، اللي هم ايه بقى؟ لازم اللقطه بقى امام،
تاني لسه فاكرين قصه البالونه مش قادرين ينسوها، بعدين احتفل احتفال اللي احنا قلنا عليه الحنكلولو. قام قال لك ده بيقلد زيزو. مرضى خلاص من ناحيه امام. خلاص امام دلوقتي هو مرض لازم شركه سيد تشوف لنا علاج ليه. عايزين حد من صيدله، شباب صيدله يشوفوا لنا بس حاجه علاج اسمه علاج لامام عاشور. عندك ايه؟ عندي امام عاشور. فين بالظبط يا صاحبي؟ هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا ولا في دماغك ولا في عينك ولا؟ لازم يبقى حقن باي حاجه. المهم ان من الاخر لازم يحصل له دواء. بيقلد امام، بيقلد زيزو، جايبين له صوره بيشاور على الكونفدراليه. امام عاشور بيشاور على دوري الابطال. بص بيقلده. امام رجع شعره لورا، بص بيقلده، بص. حتى لما مصطفى زيزو بيقول له انت ايه الفرق بينك وبين امام؟ قال له ايه وجه الشبه بينك وبين؟ قال له ايه الشبه في الشكل يعني. فطبعا بيتعلم خفه الدم منهم. المهم جمهور الزمالك امبارح قبل ما يجي الراجل، لان الراجل بتاع العمره ده هو ده الاساس بتاعي، اجيب لكم الفيديو بتاعه يعني. جمهور الزمالك امبارح بيقول يا حافظ، بص لازم حماه، يا حافظ قول لي مش عارف امام. والله انا اجيبها لكم يا جماعه، والله يعني مش عارف ايه اللي قالوا حاجه كده، يا حافظ قول لي مين مش عارف مين بيعمل ايه في مين. يعني ماله حافظ؟ انا عايز اعرف ماله حافظ وماله بيت حافظ وماله القصه كلها بامام عاشور. معلش لا خليك معايا ثواني معلش. احنا انت كده كده احنا مع بعضينا، ونوطي بس ايه الصوت عشان مش عايز اسمعهم تاني. قول لي يا حافظ عقل فيه. قول لي البيت خليه يربيه. ماله البيت وماله حافظ؟ وبص عشان هم شويه والله العظيم، ما انا دايما اقولها مع كل احترامي، الفئه دي اللي بتجيب سيره البيوت دي فئه مش سويه. قول له يا حافظ عقل فيه. حافظ ده اللي هو حماه. قول لي البيت خليه يربيه. البيت احنا مش هنقول اسم حاجه، لكن هنقول البيت. يا ابني ماله بيته يا ابني؟ يا ابني حتى لو ما انت عندك زيزو، يعني مثلا لو امام قلع الشبشب وعمل على دماغك كده، مش هنقول فرقع بالونه؟ مش هنقول فرقع بالونه. هل ده يستدعي ان انت تجيب سيره بيته؟ ما تقول ما زي قلت عاشور قال لك ايه؟ دي عاشور خدها وابتدى يرقص عليها. عاشور دي مش هتغيظه. الجا للخطه الاخيره بتاعتي، بلان بي. ما هو الزمالك عنده بلان ايه؟ ان انا هعمل نفسي ان انا مش فارقه معايا عاشور. قال يعني انت العميل 103 بقى اللي عندهم. لقوا الواد يا عيني برضه عمال يرقص على الاغنيه اللي هم بيعملوها. زي ما قلت لكم دايما ايه، اول ما يطلعوا افيه لازم احنا ناخده بضحك. ناصر هاج انا اكتر واحد بقولها هنا، بضحك على حبيبي يا حبيبي لو زعلان البحر هناك تخنان حبيبي يا عم احمد يا عفيفي. لازم تاخد الافيه تقعد تضحك عليه. فبيلاقوا ايه ده؟ مفيش فايده بناصر هاج والكلام اللي بنعمله دون. طب يا اسلام يا ابن يا ابن يا اللق فاهم اللي هو هيجيب سيره اهلك كلهم. ان هو لا حرس هدي معاك في حته ان انا اعمل فيها ان انا الكاريزما اللي بعرف احفل. قالوا عاشور ما نفعتش، قاموا دخلوا بقى في حافظ، وقاموا دخلوا في البيت. وقبل كده جمهور الزمالك اللي كان بينزل باسم مراته والصور وبتاع. وطبعا انت عارف بقى الباقي اللي تعليم المرضى. سيدي انت قصدك على منى فاروق والكلام اللي فعلا كلام ما دايما اقول الناس اللي بتتكلم كده ما تقلعهاش من الجنجابس بتاعي ده كده. والله دول الناس دي ما تقلعهاش من هنا، ما تقلعهاش. ما ينفعش ان الناس دي اصلا يبقى عندك ليهم تقدير، او عندك ليهم مثلا ان انت بتحترمهم. لا خالص. طب سيبك من دول يا سيدي، ماشي خلاص. يعني دول هنقول دول ناس يا عمي مدرجات وبتاع. تعال بوريك بقى حاجه بالنسبه لي انا كارثه بقى. بص يا معلم، حاول بقى تسمع، علي لك الصوت. الكابتن امام عاشور، يا كابتن امام انت بتهين جمهور نادي الزمالك، تنفخ بالونه بيضه وبتحطها تحت الجزمه تحتك. على العموم لو انت كان قصدك كده بتهين جمهور نادي الزمالك وبتهين ناديك القديم اللي علمك يعني ايه كوره ويعني ايه تمسك فلوس في ايدك، فربنا ينتقم منك وربنا يبطلك الكوره ان شاء الله بامر الله، وتكون عبره لكل لعيب يهين نادي الزمالك بامر الله ان شاء الله. طبعا انا مش هكمل بيت الفيديو. قال لي ولو انت ما تقصدش يبقى مش عارف خلاص. يعني طبعا اما نشوف راجل زي ده، انت اولا في مكان ما ينفعش ان احنا نبتدي بقى نسف ونبتدي نهينك، لان انت في مكان المفروض كويس رايح بيه تتقرب من الله، راح يغفر لك ذنوبك، راح في مكان ما ينفعش ان انت رايح عند الكعبة وبيت الله الحرام. يعني انت واقف في مكان اصلا المفروض تدعي فيه لحالك، تدعي فيه للامة، تدعي فيه للناس، تدعي فيه لاولادك، تدعي فيه لوالدتك، تدعي فيه لوالدك، تدعي فيه للناس حبايبك، تدعي فيه لنفسك. واقف في مكان طاهر زي ده وراح يقول لك يا امام لو انت تقصد ان انت تنفخ بالونه وتدوس عليها. هل ده كلام يا جماعه؟
هي الكوره وصلت الناس انها تهف منها كده، والله العظيم بجد والله. يا حاج انت راجل كبير، أنت راجل كبير وشعرك مبيض ورايح في مكان زي ده، المكان اللي الرسول وناس، يعني اقول انت كلام المكان ده اللي كده للحج بس، للعمره بس، للمكان، يعني مكان ده. يعني اقول لك ايه، والله العظيم واحد مش عايز يتكلم، اصل انا نفسي اقول كلام في الراجل ده، بس الراجل ده فكان طاهر يعني. انت تعبان يا حاج، انت مش انت عايز تتعالج قبل ما تروح تعمل عمره. انت لازم تتعالج يا حاج والله. بص الاهلي وصلهم لايه يا جماعه، بص الاهلي انتوا بتفتكروني دايما اما اقول لكم ما بتصدقونيش في الحته دي. انا بس مش عايز اجيب سيره حته الكعبه دي، لان المكان ده انا اصغر من ان انا اتكلم عنه، وانا يعني حاجه بسيطه قوي ان انا عن عصبه المكان ده ان واحد يروح يعمل فيه كده. انا حلم من احلامي، انا دايما بحلم حلم وهقوله، مع ان في ناس تقول ما تحكيش الان، بس انا هقول لكم انتوا اخواتي يعني. انا دايما عندي حلم بحلمه ان انا داخل في الطريق بتاع الكعبه ده، يعني اللي هو المكان بتاع اللي معمول كده بيبقى فيه رخام وحاجات كده، والمكان اللي فيه الحمامات وكده، وان انا ماشي في الطريق دون وطالع رايح، دايما بشوف الكعبه من بعيد، نفسي اروح جدا. حتى لما رحت السعوديه اخر مره كان مفيش عندي وقت خالص، كانت طيارتي السبت، ما لحقتش حتى ان انا اروح. المهم يعني، فانا ده من احلامي ان انا اروح هناك، والمكان ده الناس كلها بتستنى انها تروح، فانا تخيل انا رايح، فبس اروح ادعي على شيكابالا ولا ادعي على زيزو. يا زيزو يا شيكابالا، لو انت قاصد ان انت مثلا تشاور لنا على تخيل انا واقف بقول كده هناك، واعمل يعني ايه ده يا جماعه؟ ما تروح يا ابني ادي مناسك العمره ويمشي ويخلص. سيبك من كل ده، بس عشان زي ما بقول لك مش عايز اتكلم على الموضوع ده خالص، لان ده موضوع بقى ايه، عيب ان انا اتكلم فيه بقى ان واحد واقف هناك وبيعمل كده، فانت طب انت لازم تتعالج الاول. بص الاهلي عمل فيهم ايه، دايما اقول لكم هم من ناحيه الاهلي مش مجرد كوره يا ابني ومكسب وخساره، ومفيش حاجه اسمها جمهور زمالك مع كل احترامي الا قليل، دايما اقول هم كارهي الاهلي. مفيش حاجه اسمها جمهور زمالك، يعني ده مرحله عدت الجنون بقى، ده عدى الجنون. تخيل راح يعمل عمره وراح واقف بيقضي فريضه، فالمفروض ان هو ماسك موبايله وعمال يقول يا امام لو انت مش عارف قصدك على البالونه علينا، فحسبي الله ونعم الوكيل على الناس عشان بالونه واحد فرقعها. انت يا حاج والله العظيم انت مثال حي لكتير شبهك، انا مش زعلان منك، انا زعلان على الحال اللي وصل ليه جمهور الزمالك من الاهلي. فعلا قلت لكم قبل كده الجروب ما غناش حاجه مش واقعيه. ليه حرام عليك يا اهلي، جننت البوابين، اعالجوا ازاي دلوقتي والعقده من سنين ومحتاج دكتور نفساني. دي يا جماعه دي حقيقه والله، الاغنيه اللي بيغنوها الجروب يعرف ان دي اغنيه حقيقيه، ده اللي تخص الكوره اهو. فعلا مش محتاج دكتور نفساني، اصل يعني لما اجي انا دلوقتي لو انا معدي من جنبه ولقيت واحد بيعمل كده اصلا، ولا مش خد يا حاج بعد اذنك، هو ده كلام يا حاج؟ يا حاج اكبر، احنا بص المكان الطاهر اللي احنا فيه ده، يعني احترم المكان واحترم الناس واحترم الهدوء. طب انت ماسك لي موبايل وعمال تقول لي امام عاشور وبالونه، يا حاج احترم اللي انت بتاخد سيئات على الكلام ده. فيا جماعه الموضوع عدى معاهم مرحله كوره وانك اكسبني واكسبك، او انت نادي بتكسب بالتحكيم، او انا نادي لا، او انا نادي الصفوه، او انا اكبر قلعه، او انت نادي القرن، او انا ده عدى ده. الموضوع هنا يا جماعه، الموضوع في المخ، الناس دي خلاص واصله مع طب انا عايز بس انقل على الحاج ده، بس فعلا مش عايز انقل دي، بس هو ربطه بجمهور الزمالك. امام يا جماعه تاني، يا ابني انت مش عارف انت اعتزالك ده يكون يوم فرح بالنسبه لهم، اصاباتك هتكون يوم فرح بالنسبه لهم، عقوباتك هتكون يوم فرح بالنسبه لهم اكتر من البطوله. صدقني 90% من جمهور الزمالك لو خيرته تخسر مثلا الكونفدراليه، لو بيلعب نهائي دوري الابطال تخسر نهائي دوري الابطال، ولا امام عاشور يمشي من الاهلي بفضيحه، يقول لك لا طبعا دوري ابطال ايه، يا ريت ده يحصل والله، فرحته ما تبقى اقوى. البعض عشان ما نتكلمش على كل جمهور الزمالك، البعض الفئه المجنونه دي، والفئه اللي بتشتم في البيوت دي ويحافظ قول للبي خلي البيت يربيه، دول المرضى اللي احنا بنتكلم عليهم. دول لو خيرتهم تخسر دوري الابطال ولا امام يمشي بفضيحه، يقول لك مش مهم دوري الابطال بلاش، هيقول لك اه دوري الابطال. الفرحه ان هو كسبان دوري ابطال من الاهلي هيبقى بالنسبه لها امام اهم، ان امام يمشي بفضيحه. انا عارف، انا بقول لك اصل الناس دي انا فهمت الدماغ دي، انا عندي حاجه نفسيه كده بفهم البني ادم اهو في حياتي حتى اهو. ربنا يشفيكوا وربنا يعفو عنكوا ويا رب. يعني الراجل اللي في العمره، يعني ربنا، انت مش عارف اقول لك ايه، انت اقول لك ربنا يهديك وانت في مكان اصلا اللي بيلمس الكعبه خلاص، يعني انت المفروض ربنا بيغسل لك ذنوبك دلوقتي، فانت رايح هناك تعمل حاجات غريبه، دي من وجهه نظري غريبه، وربنا يشفيك ويشفي اللي شبهك. لان امام هو مش مجرد لاعب ولا مجرد بالونه نفخه، انتوا بجد الاهلي عموما ده، هو امام زود بس هو عموما ده
عامل لكم مرض كبير فعلا يحتاج الى دكتور نفساني. كابتن خطيب، صفقات يا كابتن محمود بالله عليك، صفقات بالله عليك. هات الفرقه بقى، دعموا الفرقه. انا والله ما عارف حتى هتجيب مين، بس حتى انت محتاج صفقات اللي المدير فني بالاتفاق معاه بان هو ليه طلبات هاتها له، بان احنا مش لازم نستنى لاخر الشهر عشان نجيب صفقات. ربنا معاكم وربنا يعينكم. وكنت طالع اصلا اتكلم على الصفقات وعلى قصه معلول، لكن لقيت الجنون اللي احنا فيه ده فجن جنون الابيض. خلاص هي هربت منهم بسبب امام عاشور، ومش بسبب امام عاشور بس، هو طول عمره النادي ده عامل لبعض من الزملكاويه حاله من الجنان. شوف الشوك على خير. السلام عليكم.